رزقو 200 مليون حاطه في الدار، راجل كبير وغادي يدخلوا نهار الخميس بالليل وغادي يسرقوا ليه المبلغ ديالو. السلام عليكم، معكم نبيل وزال الامين العام للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد. الان كنتواجدوا امام المركز الدرك الملكي لمشروع بني خلف اللي تابع للعماله ديال المحمديه. للاسف الشديد ملي كنلقاو السي ماهر من اقرب المقربين كيأديو، هذه هي اللي صعيبه. فالسيد غادي تسرق ليه واحد المبلغ، وحسب ما يروج واحد المبلغ مالي قدره 200 مليون. حنا بغينا المعلومه، ولكن الدرك الملكي ما يمكنش يعطونا المعلومه بحكم سريه البحث، ولكن ما يروج السيد عنده رزقه 200 مليون حاطه في الدار، راجل كبير غادي يجي ولد خوه وولد ختو وغادي يدخلوا نهار الخميس بالليل وغادي يسرقوا ليه المبلغ ديالو. السيد كيسكن نواحي المجدبه، تقدم ليله الخميس عند الدرك الملكي ديال المشروع بني خلف، فتح واحد، وكما وصل الى علمنا الدرك الملكي الحمد لله ريحوا السيد نفسانيا وعطاوه وعد بان المبلغ ديالو غيديروا ما في الوسع ديالهم من اجل استرجاع هذا المبلغ. كنبغي نشكروا السيد قائد الجهوي الدرك الملكي بالدار البيضاء السي عبد الكريم زريوح، وكذلك السيد قائد سريه بالمحمديه والسيد قائد المركز والنائب ديالو العناصر ديال المشروع اللي داروا واحد المجهودات كبيره في استرجاع واحد المبلغ قدره 150 مليون. تم الاعتقال حاليا 3 اشخاص. السيد اللي تم الاعتقال ديالو وكما خبرنا احد الجيران، هادو راه جوج باقيين قاصرين، واحد اللي رشيد واللي رشيد غير ولد الجيران. للاسف هاد الناس يمكن راه تم الاحاله ديالهم عند السيد الوكيل العام. حنا عندنا الثقه في السيد الوكيل العام بالمتابعه المعنيين بالامر باقصى العقوبات، باش تلقى واحد من العائله ديالك وغادي يسرق لك هذا المبلغ. للاسف عرفتي اصعب حاجه كنزيد ناكد ملي كتجيك الدقه من اقرب المقربين. واش هاد الناس ملي كيدخلوا حتى للدار وكيهزوا هذا المبلغ ديال حسب ما يروج المبلغ 200 مليون، سرقه راه ثابته، راه تم استرجاع المبلغ ديال 150 مليون، ولكن راه كانت واحد المجهودات كبيره وصل الى علمنا بان السيد القائد السريه ديال الدرك الملكي ديال المحمديه راه بقى حتى 4 الصباح، ولكن بالحنكه ديال العناصر ديال الدرك الملكي في المشروع اللي داروا مجهودات كبيره في تفكيك هذه العصابه، وانا اعتبرهم عصابه اجراميه خطيره. باش الانسان يدير هذه المحاوله للاسف الشديد